معظم ألمك وقلقك وتوهانك وانهيارك مش سببه إنك ضعيف، لأن الشهادة محتاجة وضوح، والوضوح محتاج نور، والنور محتاج توازن. الوسط هنا يعني إنك تكون المتوازن ما بين القطبين اللي في حياتك. التوازن مش بيجي من إنك تبقى خفيف قوي طول الوقت، ولا من إنك تبقى روحاني طول الوقت، ولا من إنك تبقى قوي طول الوقت. الإنسان المتوازن مش مبسوط طول الوقت لكن مرتاح. التوازن حالة بيولوجية قابلة للقياس. ازاي نعيش النور مش تجربة يا جماعة، لكن أسلوب حياة. مش نور معنوي، لا ده نور فعلي تحسه في جسمك، في جلدك، في صدرك من جوه، في صوتك، حتى في قراراتك، وفي كل حاجة في جسمك. أول عضو بيتأثر باختلال التوازن ده مش روحك، ده مخك. القلب مش مجرد مضخة دم. القرارات اللي بتتاخد في حالة اختلال غالبا بتبقى قصيرة النظر. انت مش محتاج تبقى مثالي ولا روحاني زيادة او عقلاني زيادة.